السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما أبدأ حلقة النهاردة أحب أقول إن كل الدعم لأهلنا وأشقائنا وحبايبنا في فلسطين. عظم الله أجركم، اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم أنزل سكينته على قلوبهم، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وجرحاهم. ربنا معاكم وقلوبنا كلها معاكم. بالأسرة المفروض يكون هو السند والأمان والحماية لأهل بيته، ولكن في قصة النهاردة للأسف إن رب الأسرة هو مصدر الخوف والقلق والترويع لأهل بيته. وزي أي بيت بتحصل فيه مشاكل، ولكن مشاكل عن مشاكل بتفرق طبعا. مأساة الست اللي معانا في حلقة النهاردة بدأت من زمان، من ساعة وفاة والدها. يعني بمعنى أصح، الزوج بدل ما يكون الأب البديل لزوجته بعد وفاة أبوها، بقى هو عزرائيل حياتها ومصدر القلق والخوف، واستفرد بيها بعد أبوها ما مات. ومش هي بس، لا، لأولادها كمان، اللي هم أصلا أولاده هو كمان، ولكن الشر اللي جواه خلاه يعيشهم في جحيم، ونسى إنه ليه دور كبير، وهو إنه يكون عائل للأسرة دي ومصدر الأمان والحماية. مأساة الست دي قعدت حوالي 15 سنة، ولكنها زيها زي أي ست مصرية أصيلة كانت بتقول لنفسها معلش واستحمل عشان خاطر العيال. كان إنسان غير سوي في غضبه وفي مشاكله، ومراته ما تعرفش إذا كان بيتعاطى حاجة ولا لأ. هو قدامها كان بياخد حباية بيضة كده، بس هي ما كانتش عارفة الحباية دي إيه، ولما كانت بتسأله كان بيقول لها فيتامينات، وأكيد طبعا مش هتعرف الحباية من مجرد شكلها. آخر مشكلة واللي كانت أكبر وأخطر مشكلة هي اللي هنشوفها ونسمعها من صاحبة المشكلة نفسها معانا في الفيديو اللي جاي. استنوني، ما تروحش بعيد. بسرعة الشقة بتولع. اللي بيخلي النجدة تنفع. جايب لكم 3 سكاكين وهقتل كل واحد فيكم بواحدة. الحقونا، الست اللي ولع فيها الشقة هي وعيالها، أرجوكم بسرعة حد يجي. طفل 9 سنين واقف يبص لحاجته بتولع. حضرتك هو مشاكل كده من 15 سنة مع جوزي، كانت دائما مستمرة على طول، ضرب وإهانات وشتايم. معايا بنت 14 سنة، ومعايا ولد 12، ومعايا ولد 9 سنين. كنت برضو بفكر برضو في ان انا مش عايزة ان انا انفصل عشان خاطر الولاد. كنت بس المشاكل اللي قبل كده حضرتك كان بيحصل تصرفات كده مش عقلانية خالص. انه حضرتك ياخدنا يقلعنا هدومنا ويدخلنا الحمام، يحمينا بمية بكلور. ليه؟ اما يكون طفل مثلا اتشاق او عمل حاجة، طفل اتشاق عمل اي حاجة، ياخدنا كده. هو انتوا كلكم وانت كمان؟ انا معاهم، انا كمان. ليه؟ انا وال3 ولاد في قلب الحمام. ليه وانت لا؟ ليه؟ معرفش. هو بياخد حاجه كده زي القرص الابيض، بس بيقول لي ان هي فيتامين. انا معرفش. انا المشاكل دي مستمره بقالها كتير جدا، بس في الفتره الاخرانيه دي كانت صعبه قوي عليا. صعب اريدني من البيت بقالي حوالي من قبل الحريقه دي ب 35 يوم، ما لجأتش لاي حاجه خالص. وكل ده بنتكلم بحيث ان احنا نشوف حل احنا الاتنين مع بعض، وكل واحد فينا يشوف طريقه، بحيث ان الولاد اساسا نفسيتهم خلاص اتدمرت، خصوصا البنت الكبيره. بنتي الكبيره قبل كده هي كان عندها امتحانات وقاعده بتذاكر زي اي طالب عنده امتحان. اخد الكتب بتاعه الامتحان احطها لها على البوتاجاز واولع لها فيها. ليه اشتت العيل قبل ما يروح؟ هو لما طردني، فانا كانت المدارس خلاص قربت وعايزه طلبات الولاد، عايزه اخد حاجه الولاد من البيت. فاخدت بعضي ورحت البيت، لقيته مغير كالون الشقه. صورت الواقعه بتاعه الكالون، وصورت الحاجه اللي هو حاططها بره الشقه، وطلعت على اسم اول الشيخ زايد.
قلت لهم انا كنت اساسا عامله تمكين من يوم 11/9 في اسم اول الشيخ زايد. رحت بلغتهم باللي حصل. مشكور مأمور القسم طلع معايا ضابط، قال له تطلع معاها لحد البيت بدون يعني تسلمها هدوم ولادها وهدومها من فوق. طبعا هو خبط وطلع سلمني هدومي. دخلت لقيته حضرتك فاكك لي العفش بتاعي كله جوه اوضه النوم، وكل العفش كله في الارض، ومجهز الهدوم بتاعتي كلها وهدوم الولاد في حوالي 12 شكاره كبار قد كده. طبعا خرجت ضابط احمد طلعهم لي بره وقال لي انا كده سلمتك حاجتك. قلت له تمام يا فندم. طبعا انا قاعده عند اختي، هاخد الحاجات دي كلها اروح بيها فين؟ فضلت قاعده عشان ادور على عربيه. واحده مشكوره زميلتي قالت لي انا عندي مكان، عندي اوضه فاضيه هاتيهم شيليهم عندي. اتصلت بعربيه بحيث ان انا اجي اخد انقل الحاجه بتاعتي عندها. خلى الضابط بتاع النجده اللي سلمني الحاجه بتاعتي نزل ونزل وراه، اطمن ان هو نزل وغادر المكان اللي انا ساكنه فيه. ولقيته حضرتك طالع ماسك في ايده حجر وراح كسر الباب بتاع الشقه، الوش بتاع الباب، فضل يضرب بالحجر لحد الباب الوش ما دخل على جوه. راح ناطط من بره جوه الشقه يقول لي انت طلبتي لي النجده، انا هطلب النجده وقولي ان انت اتهجمتي عليا. قلت له اتهجمت عليك ازاي؟ اذا كنت انا طالبه النجده عشان تيجي تسلمني حاجتي، انا فين اتهجمت عليك؟ جاب عصايه طويله، عصايه شجره، ولفف عليها قطن، وراح حضرتك وراح مولع لي في الحاجه اللي على السلم زي ما حضرتك شفت. الولاد كلها كل الهدوم صيفي وشتوي، هدوم مدارس، كتب المدرسه، كل حاجه ولع فيها. انا الشقه اللي قدامي بابها ولع، الشقه اللي قدامي بابها ولع. الجار بيطفي في الحريقه بقى يقول له ما تطفيه، عماره فيها غاز. النار طلعت اساسا لحد الكهرباء فوق. انا بقيت اصوت واقول له حرام عليك، ليه كده؟ ليه حاجه ولادك كده؟ الولاد حضرتك واقفين يبصوا على الحاجه وبيعيطوا. طفل 9 سنين واقف يبص لحاجته بتولع، واقف جنبي بيعيط. اقول له حرام عليك، ليه كده؟ ليه حاجه ولادك كده؟ يقول لي انت لسه شفتي حاجه؟ انا هحرق قلبك لسه. الجار بيطفي في الحريقه وهو يقول له ما تطفيش، انت بتطفي ليه؟ عايز يطلقني عشان هيكلفه كتير. طبعا هم جه طبعا لما الحرايق دي طبعا زادت، الناس اتصلت بالمطافي وبالنجده، جم عندي لحد البيت، طلعوا جابوه من فوق وهم منزلينه من على السلم. في حد من عندنا في الولد واقف في العماره كان بيطفي في الحريقه، فلقى حاجه مكببه في البنطلون من ورا، بيرفع التيشيرت طلع من جيبه سكينه. السكينه دي هو اداها للظابط في ايديه، وخدوه على القسم ورحت معاه. طبعا هو بيتكلم بيقول له انا ما كانش قصدي ان انا اولع في الهدوم، انا كنت بحدف النار عليها هي. اتقبض عليه وخرجوه اخلاء سبيل لحد ما تتحدد جلسه. بصراحة أنا مش قادرة أفهم إزاي شخص بالخطورة دي وياخد إخلاء سبيل لحين تحديد جلسة. ده إنسان خطر بكل المقاييس، ده كان هيولع في العمارة كلها. المفروض كان يتحبس على ذمة القضية لحين تحديد جلسة، ولكن ياخد إخلاء سبيل دي صعبة قوي دي. والغل اللي جواه خلاه يشيل معاه سكاكين ويقول لمراته معايا 3 سكاكين هخلص عليكي بواحدة وعليهم كل واحد بواحدة. يعني كمان المفروض ان هو يتحاكم بحيازة سلاح ابيض، ده غير طبعا اشعال النيران. يبقى ازاي بالله عليكم ياخد اخلاء سبيل؟ ومحدش يقول لي انه مريض نفسي، لان المريض النفسي مكانه مش في الشارع، مكانه في المصحة النفسية، لان المريض النفسي ما عندوش اي سيطرة على عقله حتى لو كان مسالم، فما بالكوا بقى بلو كان هو خطر اصلا. وأنا ما زلت مصرة إنه هو مش مريض نفسي. الجملة الذهبية اللي بيفلت بيها لأي مجرم أو بيستخدمها أي محامي معدوم الضمير عشان يخلي المجرم يفلت من العقاب. أتمنى إن المجرم ده يتحبس ويتحكم عليه بحكم قوي عشان يكون عبرة للشياطين التانيين إنهم ما يقلدوهوش، وكمان لضمان أمان الست دي وأولادها. حفظنا الله وإياكم من كل شر. ما تنسوش ان دعمكم دايما بيفرق باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. حلقة النهاردة خلصت، بس لسه الحلقات جاية كتير. استنوني في حلقة تانية جاية. شكرا ومع ألف سلامة.